أود أن أقرأ بعض المعلومات عن كيفية مقتل وتصفية علي عبد الله صالح. في أحدث المعلومات قالت مصادر في صنعاء إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان برفقة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر عارف الزوكا والقيادي ياسر العواضي كما تحدثنا قبل قليل. إذا تم إنزال صالح من سيارته حيا وتم اغتياله وقتله، وهذا ربما ما تحدثت عنه سيد لغبر قبل قليل بأنها تصفية واضحة، لم تحدث أي اشتباكات كما توقع البعض. إذن صالح كان برفقة ياسر العواضي واللواء عبد الله محمد القوسي ونجله خالد علي عبد الله صالح، فور اتجاه موكب من الستين باتجاه سنحان، هي القرية القريبة من صنعاء. تمت ملاحقة صالح من قبل 20 مركبة عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية. عند وصوله إلى قرية الجحشي تم إطلاق النيران نحو السيارات أو المدرعات التي كان على متنها صالح ورفقائه. كان يستقلها صالح وقيادة حزبه، مما أدى إلى مقتل صالح وإصابة نجله العقيد خالد. تم أسر نجل صالح من قبل الميليشيات الحوثية الإيرانية. وبحسب مصادر عسكرية فإن القيادي الزوكا أصيب في الحادث وتضاربت المعلومات عن مصيره. يأتي كل هذا وسط غموض بشأن مصير العميد طارق محمد عبد الله صالح. إذن نعيد نذكر بجزئية، وهي بأنه بعد ملاحقة سيارة صالح تم إنزاله من السيارة وهو حي، وتم إطلاق الرصاص على رأسه كما رأينا في الصور، وهي تصفية واضحة. وهناك أوامر جاءت من صعدة باغتياله وبتصفيته بعد فكه الارتباط بميليشيات الحوثي الإيرانية. نعود